يعني انا شايف ان اللي حصل النهارده نتيجة لاستهتار كبير جدا من المسؤولين عن الكرة في مصر. انت بتتكلم النهارده ان الاهلي ازاي ما يقدرش ان هو يروح يلعب مباراة القمة. يعني انت بتتكلم النهارده في مباراة القمة، ازاي الاهلي يقدر يشوف الحاجات اللي رابطة الأندية واتحاد الكورة والعك اللي عمال يحصل من أول الموسم. وشفته في الفيديوهات بتاعتي كتير بتكلم على فضايح في التحكيم بتحصل السنة دي، واضحة جدا. الناس كلها مركزة مع أهلي، مركزة مع زمالك. قليل قوي اللي بيخش يتفرج على ماتش بيراميدز على فكرة، قليل قوي اللي بيخش يتفرج على ماتش الاتحاد. انما انت لو جيت بصيت هتلاقي في كوارث بتحصل. انت الاهلي من اول الموسم خالص الاهلي قايل له لاتحاد الكوره ورابطه الانديه ماتش الاهلي والزمالك حكام اجانب، ماتش الاهلي وبيراميدز حكام اجانب، الماتش هنا او هنا. طيب تعال نتكلم لائحه. انت بتتكلم في لائحه بيقول لك انت عشان تستقطب او تجيب حكام اجانب من بره لازم تقعد 15 يوم تعلن فيها اتحاد الكوره ورابطه الانديه. طيب حضرتك عملت القرعه بتاعت الدور الثاني الساعة 5 الفجر، الناس اتسحرت نامت صحيت لقيت القرعة، وأول ماتش الزمالك هوبا وراه بيراميدز. ما علينا من ترتيب الدوري. أنت اديت مهلة لمين؟ لنفسك أولا، لرابطة أندية، لاتحادات بره تقدر تخاطبها عشان خاطر تجيب حكام أجانب. طب أنت ما عملتش كل الكلام ده، أنت جاي النهاردة منتظر إيه؟ معلش في الكلمة، أنا الزمالك أنا كزمالك انا مخرجك بره الموضوع لسبب واحد.